كيبدا الفيلم ديالنا مع الدري الصغير صافا اللي كيوجد راسو باش ينعس، ولكن جات مو باش تعاود ليه قصه قبل ما ينعس. بدات كتعاود ليه على القصه ديال الدياب البيضاء اللي كانت كتحمي القريه ديالهم، ولكن في واحد النهار تقلبوا عليهم وبداو كيهاجموا في الناس، والساحر العظيم حولهم كلهم لوحوش كعقاب ليهم. وهذا الشيء زاد كثر في العداوه بينهم وبين البشر. وواخا هاد الدياب غبرات من سنين، ولكن الاسطوره كتقول باللي غادي يجي واحد البطل هو اللي غادي يعتق القريه من الظلم اللي كيتعرضوا ليه. وهي كتعاود جاو الضباع المتوحشه وهجمات على القريه. ماين صافا خداتو وبطاتو للقبو ديال الدار وقالت ليه يبقى مخبع وما يخرجش منه، وهي سلمات راسها للضباع اللي جات كتجمع في الناس وكديرهم عبيد باش يحصدوا المحاصيل. وهذا الشيء كله كتربح منه الملكه القرود وهي الحكيمه ديالهم. الضباع خداو الناس وركبوهم في العربه ديال السجن عقابا ليهم وخلاوهم في البرد والشتا باش يتعذبوا اكثر. صافا خرج من القبو وبغى يمشي يعتق مو منهم، خرج من الدار والضباع كانت ناعسه وهو مشى لعند الناس ديال القريه اللي منهم مو وكانوا محبوسين في هذيك العربه. مو بقات كتطلب فيه باش يمشي يهرب ويرجع يتخبع في القبو، ولكن الضباع فاقوا وشافوه بقاو تابعينه وسط الغابه وهو طلع فوق واحد الشجره وتخبع منهم. ولكن جات واحد الحشره وقفات ليه فوق وجهه وطيحاتهم من فوق الشجره. الضباع كانت غادي تمشي ولكن سمعوه طاح ورجعوا ليه، بقى هربان منهم حتى حاصروه على واحد الجرف وما بقى عنده ما يدير. شويه سمعوا الصوت ديال الديب، الضباع تخلعوا وهربوا حتى طاحوا من الجرف. خرج الديب وكان بيض وزوين بزاف وسميتو انجي. هنا صافا غيب وطاح، فاش فاق لقى راسو وسط واحد البلاصه زوينه فيها الخضوره والورد والطبيعه، وكان حدا حتى الديب انجي. وقال له صافا مادام نتوما مازالين عايشين علاش ما جيتوش تحميو القريه ديالنا؟ انجي قال له انا بوحدي اللي بقيت من القطيع وبوحدي ما نقدرش نغلبهم كاملين. وقال صافا عندي فكره ليك، علاش اللي ما نقلبوا على الساحر العظيم وهو يقول لنا فين كاين البطل اللي غادي ينقذ القريه. صافا وافق حيت باغي ينقذ مو من الضباع، ولكن انجي قال له غادي نضربوا مسافه طويله باش نوصلوا وغادي يكونوا المخاطر وغادي ندخلوا في حرب مع الملكه ديال القرود. شدوا الطريق بجوجهم وبدا كيعاود لي على الملكه ديال القرود. قال له كانت قرده عاديه وحيت كانت كتبغي القتيله والدم والسلطه، الساحر العظيم مسخها وعاقبها وخلى عندها 3 ديال الريوس، الراس ديال الغرور والثاني ديال الطمع والثالث ديال الغباء. ولكن قدرات دير جيش في صفها وبنات مملكه على الجبال وسدات الطريق اللي كتوصل للساحر باش حتى حد ما يقدر يوصل ليه. وهما في الطريق تلاقى ليهم واحد الكائن صغير وزوين في الوردي وسميتو بافي. طلبهم باش ياخذوه للساحر حيت هو في الحقيقه امير، ولكن عليه العنه هي اللي خلاتو يتحول هكا. تما شافوا شي قرود شادين واحد المخلوق واحد اخر سميتو فافول، فمشى ليه صافا وانجي وعتقوه منهم وهربوا. فافول قال لهم انا كنت امير زوين بزاف والبنات ديال المملكه كيحماقوا عليا، ولكن واحد النهار تغرمات فيا ساحره وعرضات عليا، فاش مشيت عندها لقيتها خايبه بزاف وجريت عليها. من بعد رمات عليا لعنه خلاتني نتحول هكا وحطات فوق كتافي بعوضه وقالت لي نهار غادي تتفاهم انت وهاد البعوضه عاد غادي تمشي منك هاد اللعنه. صافا قال له وشنو اللي ما مخليكش تتفاهم معاها؟ هو جاوبه بكل غرور وتكبر وقال لهم كيفاش انا امير نهبط لمستوى بعوضه ونهضر معاها؟ وقال لهم انا دابا محتاج نمشي عند الساحر العظيم باش يحيد مني اللعنه. نمشيو دابا لعند الملكه ديال القرود اللي جاو عندها الجواسيس ديالها وقالوا ليها كاين شي غرباء داخلين للاراضي ديالهم وباينه غاديين لعند الساحر. الملكه قالت ليهم باش يبقاو حاضينهم من بعيد ويجيبوا ليها الخبر بالتفاصيل. نرجعوا للضباع اللي مازال كتحرط بالناس اللي خطفوا. بالغلط ماين صافا دارت ورده مسمومه في المحصول اللي جمعات، فجاو الضباع وعاقبوها ورماوها في حفره غارقه. اما صافا واللي معاه جلسوا يرتاحوا حيت الليل طاح. تما ما كيلقاوش بافي معاهم وعرفوا باللي خطفوه السكان المحليين ديال هاد المنطقه حيت لقاو الاثار ديالهم في الارض والقريه ديالهم كانت قريبه من تما وكاينه حدا واحد المستنقع. اما بافي الناس اللي خطفوه جاهم كيشبه الالهه ديالهم وقدموه على اساس اله ليهم، حطوه على العرش وقالوا ليه يثبت ليهم باللي هو اله ديال بصح ولا غادي يقتلوه. بافي من زهرو حس باللي الشتا غادي تنزل وقال لهم الاثبات هو الشتا اللي غادي تطيح دابا. وبصح نيت الشتا بدات كطيح. وهنا السكان ديال القريه كلهم بداو كيشطحوا فرحانين حيت اخيرا لقاو الالهه ديالهم. شويه جا انجي وصافا كيقلبوا عليه، شافوهم الناس ديال القريه وشدوهم وجابوهم ليه باش يقتلهم، ولكن هو قال لهم يطلقوهم ويضايفوهم حيت صحابه. وفعلا نفذوا الاوامر ديالو وطلقوهم. في الليل كانوا جالسين كيتعشاو مع زعيم القريه اللي سميتو شامان، وبالصدفه حتى صدق كان صاحب انجي شحال هادي وكان عاونوه من السحر اللي كان فيه. وقال لهم مده هادي باش الالهه ديالنا ضاعت في الغابه والاسطوره كتقول باللي تحولات في جسم وردي وكان خاصنا نقلبوا عليها ومنين نلقاوها نقتلوها باش تحرر الالهه ديالنا ونعيشوا في سلام. هنا كلهم خافوا على بافي فمشاو عنده وقالوا ليه باللي الناس ديال القريه غادي يقتلوك، وخداه صافا في وسط حوايجو وهربوا به من
تما. شويه احتاجت نانسي بنت شامان الزعيم وقالت ليهم بغيت حتى انا نمشي معاكم عند الساحر، وهما وافقوا ياخذوها معاهم. ومور طريق طويله وقفوا خيموا باش يرتاحوا، وحتى نعس كل شيء. فاق انجي بلا ما يحس شي حد به ودخل وسط الغابه. نانسي فاقت وتبعاتو وشافته تحول لكائن الريقي اللي كيشبه الانسان في كل شيء، وهذا الكائن هو عدو الكائنات كامله ومنهم البشر النيت. نانسي تخلعت بزاف وهربت من تما. واحد من الجواسيس ديال ملكه القرود شافو حتى تحول ومشى لعندها قالها ليها، قالت ليهم باش يجمعوا الجيش ديالها كله من القرود والضباع والناس العابيد حيت علنات الحرب على الريقي. اما نانسي وصلت كلها خيفانه وكترجف عند صافا والاخرين وقالت ليه باللي صاحبك انجي غدرك وصدق من الريقي وماشي ذئب عادي. صافا تعصب بزاف من هادشي اللي سمع وغير رجع انجي واجهو قال له واش هادشي بصح. انجي ما نكرش وقال له بصح انا من الريقي، ولكن راه غادي نبقى صاحبك اللي ديما معاك وما غاديش نغدرك وانا ماشي عدو ليك. ولكن حتى حد فيهم ما قدر يثيق بهضرته وبقاو خايفين منه وجراو عليه من المجموعه. هنا جا كائن واحد اخر من الريقي وخطف صافا. حاول انجي يعتقو منه ولكن ما قدرش. صافا ما فهم تلقى راسو في حبس تحت الارض وحزن على راسو وعلى مو اللي حتى هي محبوسه وبقى كيفكر كيفاش يخرج من هنا. هنا كنشوفوا انجي اللي تحول للريقي ومشى للمملكه ديالهم وتلاقى بالملك واللي صدق باه وجا عنده باش يعاونو يعتق صاحبه صافا. ولكن صدق باه هو اللي خطف صافا باش يجبر ولدو يجي عنده، حيت الاسطوره كتقول هاد الريقي كانوا دياب عاديين ولكن اللعنه خلاتهم يتحولوا، والوحيد اللي يقدر يعاونهم هو انجي حيت هو الوحيد اللي باقي كيقد يتحول لذيب. ولكن هو ما بغاش يتصرف من راسو وقال لباه خليني نمشي لعند الساحر هو اللي يحيد اللعنه ويرجعنا دياب. باه قال له انا عاجبني الحال هكا. انجي ما بغاش يعاون باه في حتى حاجه ومشى قلب على صافا حتى لقاه وخرجوا وقال له من بعد نعاود لك كل شيء. وخرجوا من تما. نمشيو دابا عند بافي وفافول اللي دخلوا للقصر ديال الريقي. الجنود ديال الريقي كلهم خافوا من الشكل ديال فافول، الشيء اللي خلاه يحس براسو باللي باطل. دابا المجموعه ديال صافا عاود جمعهم انجي وقال لهم غادي نعاود لكم القصه من الاول. قال لهم حنا كنا دياب بيضاء عاديين عايشين مع الناس في السلام، ولكن في الوقت اللي جات فيه المجاعه وقضات على كل شيء الاب ديال انجي ما قدرش يصبر على الجوع وكلا انسان، وكانت هذه هي اول هجمه ضد الانسان من جهه الدياب. والساحر نزل اللعنه على الدياب كلها وتحولوا الريقي، وانجي هو الوحيد اللي قدر يتحول ويرجع للديب من مور ما زول عليه الساحر اللعنه. فافول سولو وقال له كيفاش حتى خافوا مني الريقي انا فاش دخلت عندهم؟ قال له ما خافوش منك انت وانما خافوا من البعوضه اللي في كتافك، حيت الريقي مور اللعنه ما بقاتش عندهم الحصانه من البعوض وغير قرصه وحده من البعوض قادره تقتلهم. وهما كيهضروا كانوا الجواسيس ديال ملكه القرود فوق من الشجره وكيسمعوا ليهم، وغير سمعوا المعلومه ديال البعوض طاروا عندها وقالوها ليها. وهنا جهزات الجيش ديالها وقصدوا مملكه الريقي. نانسي بالقدرات ديالها حولت السيف ديال صافا لسيف قوي بزاف وصيفطات بالسحر ديالها رساله لباها الزعيم شامان باش تعلموه بالحرب. فاش قرب الجيش ديال ملكه القرود تلاقى بالجيش ديال شامان وجا حتى الجيش ديال الريقي وتعاونوا في صف واحد مع الجيش ديال شامان. واخا اتحدوا الجيوش بجوج بقى الجيش ديال الملكه قوي عليهم. بوين انجي مشى لواحد الكهف عايش فيه تنين كبير بزاف وقوي وطلب منه يجي معاهم ويحارب في صفهم. بوين انجي دخل لساحه الحرب وهو راكب على التنين وبسببه قدروا يغلبوا شويه من الجيش ديال الملكه، واللي غير شافت الجيش ديالها قرب يخسر صيفطات الاتباع ديالها لمملكه البعوض باش يجيو يحاربوا في صفها. وفعلا قدروا القرود يقنعوا المملكه وجات كلها باش تهجم على الريقي. ولكن هنا فافول هضر مع البعوضه اللي في كتفه باش توقف صحابها وصدقات هي الملكه ديالهم، وبامر واحد منها وقفات الجيش ديال البعوض كله. وهنا اخيرا من اتفقت هي وفافول على شي حاجه تحروا من اللعنه. هي قدرات تطير من كتفه ولكن هو بقى في نفس الشكل وما تبدلش. البعوضه قالت للجيش ديالها باللي الشرير وسط هذا الشيء كله هو الملكه وخاص يديروا معاها شي حل. وفي البلاصه هجموا على الجيش ديالها اللي خسر دغيا، والتنين هز الملكه ديال القرود وداها لابعد بلاصه. صافا وصحابو كملوا الطريق لعند الساحر العظيم. وصلوا لدارو وما كانش عندها باب. انجي قال كلمه السر والدار تهزات من بلاصتها وعطاتهم الباب اللي يدخلوا منه. فاش دخلوا كيلقاوها بنت مازال صغيره وهي الساحره العظيمه اللي كيقلبوا عليها. صافا طلب منها توريه البطل العظيم اللي غادي يقدر يعتق مو الناس اللي مخطوفين. هي قالت ليه يطلع الفوق وغادي يلقاه. وفافول طلب منها تحيد عليه اللعنه فزولاتها عليه ورجع الشاب الوسيم. وانجي قال لها بغيتك تعفي على الدياب وترجعيهم للطبيعه ديالهم من غير الاب ديالو حيت اختار يبقى ريقي ومشى باش يعيش مع التنين على هواه. وفعلا قدرات ترجع كائنات الريقي لديالهم.
الدياب. اما بافي تراجع على الطلب ديالو وقال لها ما بغيتش نكون امير، انا بغيت يكون عندي غير صحاب حقيقيين. قالت ليه باللي انت اصلا راه عندك واللي هما صافا والاخرين، ونانتي ما كان عندها حتى طلب من غير تشوف الساحر، ودابا راه شافته. نمشيو عند صافا اللي طلع يقلب على البطل ولكن ما لقى حتى شي حد. شويه بان ليه راسو في المرايه وفهم باللي هو البطل. الصحاب خرجوا من عند الساحره قاصدين القريه باش يحروا الناس، والدياب تلاقاو لانجي وقالوا ليه باللي انت اللي وليتي القائد حيت الاب ديالو تنازل ليه على الحكم، وكلهم تحناو ليه. كملوا الطريق جهه القريه، تما تلاقاو بالضباع. صافا دخل في قتال بينه وبين الزعيم ديالهم بلا سلاح وبقاو كيتقاتلوا حتى قدر صافا يطيحوا وغلبوا. كان غادي يقتلوا بالسيف ولكن في اخر لحظه تراجع وقال له غادي نعفي عليك وعلى حياتك مقابل انك تخوي القريه انت والاتباع ديالك. وبطبيعه الحال الضباع وافقات ومشاو وتحرات مو هي والناس ديال القريه. من بعد جاء انجي وتوادع مع صافا في جو كله حزن من جهتهم بجوج حيت ولاو صحاب بزاف. اما بافي قرر يمشي مع فافو للمملكه ديالو يعيش معاه، ونانتي بقات مع صافا في القريه ديالو ولكن كان حزين بزاف حيت مشى ليه اعز صحابه. وهنا كنشوفوا انجي اللي تخلى على الحكم والمملكه وقرر يرجع عند صاحبه صافا، وغير تلاقاو وتعانقوا وصافا فرح بزاف حيت رجع ليه صاحبه غادي يبقى معاه ديما. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.